اشتغل. بس اكتشفت بعدين ان الموضوع بيخلص في كده حرفيا ثواني. ازاي تخلي الكلام اللي انت بتقوله يتكتب في الفيديو زي اللي انت شايفه ده دلوقتي؟ فيديو تاني ومعكم إلهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم إلهامي. الفتره دي بنشوف الفيديوهات القصيره على تيك توك وانستجرام، بس الجديد بقى في الفيديوهات دي ان الكلام اللي الشخص بيقوله بيتكتب في نفس اللحظه اللي بيقول فيها الكلام. الموضوع حلو قوي وروش عشان فيه اشكال كتيره لعرض الكلام بالطريقه دي، فبنشوف الكلام بيتعرض ورا بعض كلمه كلمه، وكل ده عشان يشد انتباه المشاهد. او الكلام بيتعرض على شكل جمل كامله ورا بعض، او كل الكلام اللي بيقوله بيتعرض على شكل نص طويل اكنه رساله طويله، وكل ده طبعا عشان يشد انتباه المشاهد. كل ده بنشوفه في الفيديوهات بتاعت اليومين دول. بس السؤال هنا، ازاي نعمل زي الفيديوهات دي؟ انا كنت فاكر الموضوع بيتعمل بشكل يدوي، يعني بتكتب كل كلمه بنفسك وكده يعني، وتحاول طبعا تظبط كل الكلام مع نبره صوتك او مع زمن نطقك للكلام. بس بصراحه انا جربت الموضوع وطلع مرهق جدا، بس اكتشفت بعدين ان الموضوع بيخلص في كده حرفيا في ثواني، وده اللي انا هتعلمه النهارده في الفيديو ان شاء الله. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده الانستجرام والفيس بتوعي. تشرفني وتنورني بمتابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. طب يا جماعه، البرنامج اللي هنعمل عليه الموضوع ده اسمه كابشنز، برنامج جميل جدا وبسيط وبيعمل الموضوع ده بكل حرفيه. يلا بينا. طبعا نضغط على البرنامج. طبعا برنامج بسيط جدا وبيظهر لك البروجكتس في البدايه كده اللي انت عملتها قبل كده، فاحنا بكل بساطه هنضغط على الخيار اللي تحت ده، هيديك 4 خيارات. اول خيار عندك ان انت تعمل امبورت للفيديو بتاعك من الجاليري بتاعك، وان انت تصوره على البرنامج. هنضغط على الخيار ده، هنصور فيديو دلوقتي قدامكم وانا بتكلم فيه وهنشوف الكلام وهو بيتكتب بشكل عملي. فنضغط هنا، فانا هسجل الفيديو دلوقتي ونقول اي حاجه. مثلا فنفترض احنا نقول يا مساء الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم إلهامي. انت دلوقتي عايز الكلام يتكتب بالعربي ولا بالانجليزي؟ والله انا دلوقتي والله عايزه يتكتب باللغه العربيه، فهعمل عربي. هضغط على صح اللي موجوده تحت دي، فهنضغط دلوقتي على الخيار اللي موجود تحت ده. لازم تبقى فاتح الواي فاي. اشتغل. وزي ما انتم شايفين دلوقتي الفيديو اشتغل وحول لي كل الكلام اللي موجود دلوقتي زي ما انتم شايفين. تحفه. بص في ثواني، موضوع جميل جدا. فخلينا دلوقتي نشوف بقى الخصائص الثانيه اللي موجوده في البرنامج ده. وزي ما انتم شايفين دلوقتي انت ممكن تنقل الكلام بتاعك في اي مكان انت عايزه. نيجي بقى نشوف بقى الاوبشنز اللي فوق دي. زي ما انت شايف عندك 4 اوبشنز، فعندك مثلا خيار ستايل الكلام اللي انت عايزه. اوبشنز كتيره جدا. ممكن ناخد مثال دلوقتي. بص اتكتب بطريقه ازاي. شوف بقى الستايل ده عامل ازاي. بص بقى الحركات وكده. طبعا الستايل ده بتاع جمله جمله، وده طبعا ستايل من الستايلات الموجوده. اعتقد ده ستايل بتاع سناب شات زي ما انتم شايفين كده. في بقى ستايل برضو انت ممكن تستخدمه، بيعرض لك الكلام كله اكنه رساله نصيه، وطبعا غيره من الستايلات كتيره جدا اللي انت ممكن تستخدمها. فلنفترض دلوقتي ان الكلام اللي انت قلته كله مظبوط، بس في كلمه او كلمتين قلشت ما طلعتش مظبوطه. هل في امكانيه ان احنا نعدل الكلام ده ونكتبه بالطريقه الصحيحه؟ في طريقه، تعال نشوف. كل ما عليك بس ان انت تضغط على اديت اللي فوق دي، وهتلاقي كل الكلام اللي عندك اتعرض قدامك اهو. انا عايز اغير دي مثلا، اخليها تاني مش ثاني، وزي ما انت شايف كلمه تاني اتعدلت زي ما انت شايف دلوقتي. الخيارات الموجوده هنا انت عندك طبعا الكالر اللي فوق دي، اضغط عليها، وطبعا انت ممكن تغير التكست بتاعك، ممكن تخليه بولد، ممكن تخليه مثلا ايه اي لون باي شكل انت حابه. ولكن في نفترض ان انا عايز اغير حجم الفيديو، هل في طريقه؟ طبعا الاوبشن الرابع ده تضغط عليه. فطبعا في احجام كتيره، مثلا اعتقد ده حجم البوست بتاع انستجرام تقريبا، وده برضو بتاع بوست انستجرام، وده طبعا بتاع الريل انستجرام. وطبعا انت ممكن تتحكم في كل كلمه انت قلتها. كل ما عليك ان انت تضغط على الستايل اللي فوق، تمام، وبعدين تضغط على الزائد اللي تحت دي، وانت شايف كده بيديك تتحكم في كل حاجه في الجمل او الكلمات اللي انت قلتها. انت عندك هنا 4 اقسام، القسم الاولاني والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. من المميزات القويه في البرنامج ده ان انت ممكن، انا بتكلم عربي دلوقتي، انا ممكن احول الكلام اللي انا بقوله من عربي لانجلش ترجمه فوريه. انت متخيل البرنامج ده بيديك الاوبشن ده؟ مساء الخير عليكم جميعا واهلا بكم في فيديو تاني ومعكم إلهامي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فيديو مهم جدا 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 جدا. هضغط على الخيار اللي فوق ده وهحوله لانجلش. دلوقتي هو بيحول لي الكلام اللي انا قلته باللغه العربيه للانجلش. زي ما انت شايف دلوقتي هو حول لي كل الكلام اللي انا قلته للانجلش ترجمه فوريه من غير ما انا اكتب ولا اتعب نفسي. انت متخيل؟ في برضه الاوبشن ان انت بتتكلم كلام انجلش، هو بيكتب لك كل الكلام اللي انت بتقوله. خلينا دلوقتي نتكلم عن عيوب البرنامج. العيب الاول والوحيد للبرنامج ان هو بفلوس.
استنى ما تقفلش الفيديو، هجيب لك حل والله، صبرك عليا. يعني موضوع الاشتراك في البرنامج هو مش عيب، ولكن يعني في ناس شايفه ان الموضوع ده عيب، وفي ناس ما عندهاش مشكله ان هي تدفع في برامج زي كده. فانت شوف نفسك انت تابع اي فئه فيهم وتعامل. يعني سعر الاشتراك في البرنامج ده تتكلم في 190 جنيه في الشهر. في السنه انت عندك تقريبا 1500 جنيه في الشهر مقبول يعني بالنسبه للمميزات الخرافيه الموجوده في البرنامج ده. ولكن انت فاكر ان انا هسيبك من غير حلول للموضوع ده؟ الحقيقه يا صاحبي انا جايب لك 3 حلول للموضوع ده. اول حل بكل بساطه ان انت تدفع وتريح نفسك وتستفيد بمزايا الخرافيه الموجوده في البرنامج ده. تاني حل ان انت لو مش عايز تدفع وتتعامل بالادب او بالطرق الشرعيه، هنضطر دلوقتي نتطرق نستعمل قله الادب او الطرق الغير شرعيه ونعمل سكرين ريكوردنج. واعتقد انت فاهمني كويس في حوار السكرين ريكوردنج او تصوير الشاشه فيديو. حاسس انها شرير، بس اذا طبعا وانت بتصور يا صديقي ان انت تزنق نفسك كده في يعني هذا الجزء من الفيديو عشان ايه لما تيجي تعمل كروب، فاهم؟ انا هجرب الموضوع اهو قدامكم عملي. تمام، اهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم الهامي. اضغط صح. فكل ما عليك طبعا اللي انت تعمل سكرين ريكوردنج وتقص الشاشه بتاعك او تعمل كروب كده على الجزئيه دي كده، افدت بالبرنامج من غير ما تدفع فلوس. بس قبل ما تصور اتاكد ان انت زانق نفسك في الجزء ده من الفيديو، واتاكد ان الاضاءه بتاعتك كويسه عشان لما تعمل سكرين ريكوردنج وتعمل كروب للفيديو ما يبقاش الجوده ضعيفه قوي، فاهمني؟ ثالث حل والاخير ان احنا نشوف برنامج بديل لبرنامج كابشنز يعمل لنا حوار كتابه الكلام اللي احنا بنقوله. لو عايز الكلام اللي انت بتقوله في الفيديو يتكتب باللغه العربيه فالموضوع صعب شويه، صح؟ ما لقيتش برنامج بديل لكابشنز. افضل برنامج يعمل لك الحوار ده هو برنامج كابشنز، يكتب لك كل الكلام العربي اللي انت بتقوله. فانت يا تشترك في البرنامج يا تعمل الموضوع بشكل يدوي، تكتب كل كلمه او كل جمله انت بتقولها. ولو انت عامل الفيديو باللغه الانجليزيه وعايز الكلام الانجليش يتكتب لك فالموضوع سهل جدا، وفي برامج كتيره جدا بتعمل الحوار ده، حتى في مواقع بتعمل الموضوع ده. اكتب بس كده على جوجل وهتلاقي مواقع بتقول لك بس اعمل لي ابلود للفيديو بتاعك واحنا هنكتب لك الكابشنز او الكلام اللي انت بتقوله بالانجلش. في برامج كتيره جدا بتعمل الموضوع ده زي برنامج كاب كات. نفتح برنامج كاب كات اللي هو ده، طبعا تعمل ابلود للفيديو بتاعك وهنضغط على تكست الموجوده تحت دي وهنضغط على اوتو كابشنز الموجوده تحت دي ستارت، يكتب لك كل الكلام اللي انت بتقوله او الكابشنز من غير ما تدفع فلوس. وزي ما انت شايف كده كتب لك كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو بتاعي. وطبعا انت ممكن تتحكم في الكلام ده ضغطتين، ممكن تعيد كتابه الكلام اللي هو كاتبه غلط. عندك طبعا الامكانيه انت تتحكم في الستايل، في الافكت، في الانيميشن، في البابل. عندك حاجات كتيره جدا جدا جدا. فانت لو الفيديو بتاعك باللغه الانجليزيه استخدم برنامج كاب كات، برنامج اكثر من رائع. ولو حابب نعمل فيديو نشرح فيه برنامج كاب كات بالكامل اكتب لي في الكومنتس. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا زي الفيديوهات دي وتعملوا منشن على الانستجرام. ولو حابين اعمل فيديو عن برنامج معين او عن ترند معين اكتبوا لي في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. وكان معكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني.